عارف إن كلمة شكرا ممكن تكون أقوى بكتير وأشيك من كلمة أنا آسف؟ الحقيقة إن كتر الاعتذار على مواقف بسيطة بيخلق انطباع غير واعي عند اللي قدامك إنك شخص مهزوز أو دايم التقصير، وده بيقلل من هيبتك وكاريزمتك مع الوقت. الجوهر هنا في نقل التركيز. لما بتقول آسف انت بتسلط الضوء على غلطك وبتجبر اللي قدامك يسامحك، لكن لما بتقول شكرا انت بتنقل الضوء لصفات الشخص اللي قدامك أو بتحسسه بتميزه. يعني بدل ما تقول آسف إني اتأخرت، قول شكرا على انتظارك وتقديرك لوقتي. هنا انت حولت الموقف من غلطة لتقدير. وبدل ما تقول آسف إني دوشتك، قول شكرا إنك سمعتني. وبدل ما تقول آسف إني تعبتك، قول شكرا على مجهودك. الفكرة دي بتعيد صياغة صورتك قدام نفسك وقدام الناس، بتخليك تظهر كشخص ممتن ومقدر للأفعال الجميلة بدل ما تظهر كشخص حاسس بالذنب طول الوقت. الكاريزما الحقيقية هي إنك ترفع من شأن اللي قدامك من غير ما تقلل من شأن نفسك، وده الفرق بين لغة الضعف ولغة القوة.